بكر. اهلا وسهلا. اهلا اخوي بدر، كيف احوالك؟ تفضل. الحمد لله. الله يسلمك. يا اهلا فيك بكر. بكر من العراق. بكر كان مغروم بفتاة لانه كانوا عم يشتغلوا سوا باحدى المحطات التلفزيونيه، هي كانت مذيعه متالقه وجميله، هو احبها بقى وصار يعني فتحها بالموضوع، كأنها وافقت، ولكن قالت له انه مستعدين نتزوج ولكن لازم اهلك يجوا يحكوا يطلبوا يدي من اهلي. بقى بعد فترة اكتشفت انه بكر كان عايش لوحده، ما بعرف شو شافت بس كان عايش لوحده. ما عجبها هالشيء، وبعدين اهله ما اجوا من العراق لحتى يطلبوا ايدها، وهي مذيعة سورية، بقى لذلك قلت لكم عراقي على سوري. المهم انه فشلت محاولة بكر، يعني ضاعت فرصة فيني أقول، ولكن بكر ما ضيع الأمل. بكر ما زال مصرا وإجا إلى هذا الاستوديو حتى يطلب من هذه الفتاة اللي أحبها، ما بعرفها أنا بعد ما شفتها، حتى يطلب منها أنه يرجعوا يستأنفوا علاقة أو يستأنفوا مشروع للزواج، حتى ما نقول علاقة. بقى تنشوف، خبرني القصة أكثر، يعني وضح لي إياها أكثر. لا هو يعني القصة هي من موضوع عادي، انه انعجبت بإنسانة. نعم. من خلال يعني عملنا من خلال الشغل، وكلمتها بالموضوع بموافقة، إنما قالت لك خلي الأهل يشرفوا. أي بس هو أنت تعرف إنه هو يعني أي شخص ينجذب الإنسانة ما راح ينجذب الوحدة، يعني أكيد هي تكون عندها فد رد فعل أو فد فعل تسويه اللي هو خلتني أنشد إلها يعني. فهي بعد الفترة اللي يعني ما قدمت لها وافقت، بعد ما صار الخلاف قالت لا أنت جيت متخيل إن أنت وحدك يعني. إنه أنت تفكر بالارتباط، بس أنا لا، بس أنا ما أقدر أروح وأتقدم واحد شيء إذا مو هي مطيتني هاي الفرصة. نعم صح. بس هي بالأول كانت موافقة؟ هي كانت موافقة، بس يعني هذا من الأسباب اللي خلاني أنشد أكثر وأفكر بيها يعني. نعم نعم. يا سيدي خلينا نشوف هلا نية شو بيكون موقفها. عسى انه ما تكون مفاجأة كثير كبيرة عليها، او تكون عندها غير مشاريع بحياتها، او تكون تزوجت مثلا. قديش لكم؟ لا انا متابع. قديش لها العلاقة منقطعة؟ يعني والله تقريبا صار لها يقارب سنة يعني. سنة؟ اقل طيب. سنة، اقل سنة. انا نيابة عنك ارسلت الدعوة الى هبة. خلينا نشوف كيف وصلتها وشو قالت هبة. ان شاء الله. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين المعادي، وبالتحديد في زهراء المعادي، عشان نسلم استاذه هبه دعوه حضور البرنامج. استاذ جورج، احنا وصلنا زهراء المعادي. صباح الخير. صباح النور. استاذة هبة؟ ايوه. هبة 24 سنة مظبوط؟ تشتغلي مذيعة؟ هبة أنا مدير من برنامج الأستاذ جورج قداح، ودي دعوة حضور البرنامج. اوكي. قولي لي قبلتي الدعوة؟ اوكي اكيد قبلت الدعوة. إن شاء الله. أستاذ جورج، هبة قبلت دعوتك وإحنا في انتظارها إن شاء الله. أهلا. أهلا بهبة. كيفك عيوني؟ كيف صحتك؟ أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. كيف الصحة؟ والله الحمد لله. زميلي هبة مذيعة، وين مذيعة؟ عاملة أنا كنت بشتغل بسوريا الغد، وهلا إن شاء الله بالبغدادية. إن شاء الله؟ بالبغدادية. بالبغدادية، أهلا وسهلا فيكي هبة. إلك زمان بتذيعي؟ لا ما كثير، يعني شي سنة. سنة بس؟ مش كثير. بعدي صغيرة. إيه منيح منيح، الله يوفقك. ومبسوطة بهالمهنة؟ أكيد طبعا. أكيد. وعندك معجبين ومعجبات لا هو وناس من دون هالمهنة عندي معجبين على الفيسبوك، على التويتر، شو؟ يا الحمد لله. الحمد لله. شو أخبار الأهل؟ والله تمام بيسلموا. وين عايشين؟ هون بمصر. بمصر. وأنتم من وين أساسا؟ أنا من سوريا. من أي بلد؟ من أي منطقة؟ زبداني. من الزبداني، ريف الشام. أهلا وسهلا. طيب
يمكن عم تتساءلي انه ليش جيتي لهالاستوديو، ليش انا وجهت لك دعوه. والله انت قل لي ليش. بدك اقول لك ليش؟ عندي عرض لك. عرض عن جد؟ اشتغل معك؟ تشتغلي معي؟ تشتغلي معي؟ اشتغل معك. هذا العرض اللي تقدم لي اياه. اهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. ليكي هذا البرنامج مختلف، يعني مش لا برنامج مسابقات ولا برنامج حوارات ولا شيء. هذا البرنامج انساني له طابع هيك خير. خير. ايه وانت بتعملي خير. اكيد بتحاولي، يعني كل واحد بالدنيا منا بيحاول كل واحد إنه منا يعمل خير. بس مش مطلوب منك تعملي خير. شلون؟ رح اقول لك شلون. في شخص غيري انا دعاكي، بس دعاكي بواسطتي. تمام. ايه بدك تعرفي مين دعاكي؟ ايه اكيد بدي اعرف. اكيد. طلعي بهالشاشه. هاي. عجبتني. عرفتي؟ ايه اكيد عرفته. بكر. ايه. بكري باشا. اهلين. طيب ليكي بكر، هو بكر دعاكي. ايه. وبكر خبرني القصة، بس بحب اسمع أنا روايتك بالأول. إنما قبل ما نحكي سوا بعت لك رسالة بكر. تمام. بدي أقرأ لك إياها. بالرسالة بيقول لك: حبيبتي هبة. هي مثل سافي مسرحيات فيروز. حبيبتي هبة، أنا أعرف أنني أخطأت في حقك. ظننت أنني أملكك لمجرد أني أحبك، لكنني كنت أخاف عليك وأخاف من فقدانك. أنت مذيعة ناجحة، ولو كنت مكان كل من يتعامل معك لأحببتك على الفور. وكيف لا وأنا شخصيا لم أستطع الفرار من هذا الحب. صحيح يا هبة أنك تظنيني كذبت عليك في البداية، لكنني والله سأرسل لأهلي في العراق. بالفعل لو وافقت الآن وسامحتيني ودعينا نبدأ صفحة جديدة. وأرجو أن تقبلي الزواج مني. قلت لك عندي عرض. حسبت منك. وأرجو أن تقبلي الزواج مني، وها أنا أطلب هذا أمام الدنيا كلها. نحن نستحق بداية أخرى، فلا تبخلي علينا بها. وأوعدك أن أصبح مثل ما تريدين، ولكن لا أستطيع أن أعدك بالكف عن حبك. وأنا في انتظار كلمة واحدة منك يا هبة تجددي بها أملي وحياتي. كلمة هي المسامح كريم. هاي رسالته. متيم الأخ. خبريني شوي عن العلاقة أنت وياه. في علاقة جدية كانت؟ يعني هو بكر أنا تعرفت عليه من خلال شغلي. صحيح. وطلب إيدي للزواج. نعم هذا اللي خبرنا إياه. ايه بكل احترام وبخوف الله ايه. ايه. بعدين؟ بعدين قلت له اوكي اعطيني فرصه وقت افكر. شرح لي ظروفه انه نعم. اهله موجودين وهيك وظروف كثير انه غير اللي انا بعد هيك اكتشفته بالصدفه يعني. من خلال زملائي انه لا بكر ما اهله مو معه. اهله بكر اصلا يعني كان قبل هيك خبرني يعني طالب بالايد اكثر يعني اكثر حدا غيري. فانا حسيت انه هو يعني مو عم يخدعني وبس، لا هو واحد بده يتسلى. عرفت؟ يتسلى نعم. وانا شفت انه لا انا مو هالشخص اللي المفروض يتساوى معه هيك. برافو. فلما حكى معي حكيت معه اللي فيه نصيب. حكيت معه اللي فيه نصيب يعني. قلت له لا انت واحد كذاب وهيك. بهدلتيه فينا نقول. بهدلته. ايه. انا ما بدي اقول مشان هو هون يعني. ايه. بس
رجع انه سامحيني وما سامحيني وهالقصص وخلاص. قلت له انا ما خرج. بلش انه يغار غيره غير مبرره، يعني انه لا ليش عم تحكي مع هذا، ليش ما بعرف شو. فصار بيناتنا مشاكل كثير، سبب لي حتى مشاكل بشغلي يعني. من غيرته. ايه يعني لانه فهمت انا من رسالته انه بغار، يعني كان بده يمتلكك. ايه بس يعني هالشيء بالموافقه بين الطرفين يعني. بس زاد فوق فوق الحد، انه سبب مشاكل يعني. نعم. وانا لا ما بحب هيك. ايه شو خدعك بغير قصه اهله؟ هل في شيء ثاني؟ شغلات كثير، انه مستوى المادي، انه ما بعرف شو راح اساوي عرفت؟ واكتشف انه هو حاكي هيك لعالم كثير يعني بنات؟ ايه بنات مثلك يعني. انه ايه قالوا وحده مثلا قالت لي انه ايه بكر، لا هذا بكر عادي يعني، كان متقدم لي من قبل. وعد غيرك بالزواج. ايه انه هذا اللي انا عرفته من العالم يعني. صحيح. بانستي انت خلص خفتي. ايه مو قصه خوف، انه انا بكل حالات يعني كنت عم فكر، وهو اخذ الموضوع بشكل انه احتوائي. خلص انت عم تفكري معناتها انك موافقه انك نحن سوا. نحن انت ما اعطيتيه جواب. بلش انه بس ما اعطيتيه كلام رسمي، انه جواب رسمي. انا كنت قلت له طيب اوكي خلينا بس انه نشوف انه نتفق مع بعض او لا. بعدين اكتشفت هالاكتشافات العظيمه من قبل اي شيء يعني. بالعاده الوحده بتكتشف بعد الزواج كل المصايب، بس هو ما شاء الله عليه مصايب ولا. اكتشفتيها قبل لك يا بكر؟ انا ما اعرف ايش اكتشفت رايح واعد كذا بنت بتقول لهم انه انا بتزوجكم وراح اجيب لكم اهلي من العراق لا ولو؟ لا مستحيل. بس هي هذا الكلام اللي وصلها اللي غلط، اللي هي فاهمه وجهه نظر الناس ان هي صح وانا غلط. طيب صح. هلا اني جاي تقول لها كلام يا بكر. نعم. هلا جاي تقول لها لهبه كلام وطلبت بهالرساله ما شاء الله عليك بلغتك الفصحى وطالب يدها وبدك تتزوجها. طيب. بس ما بعرف بدك تحكيها كلام جدي شوي مش لا هي عارفه ان انا عندي طريقه بتعامل معاها، انه دائما يكون الجو فرفشه بيننا. فهي حتى لما شافتني ابتسمت، بس هي ابتسمت حقدا ان هي خلاص انه هي واخذه قرار ان هي ما راح تكلمني. يعني احنا يعني حتى في زعلنا ان في قرارات، ان انا واخذ قرار ان لازم ترجع لي، وهي واخذه قرار ان هي ما راح تكلمني. طيب. وانا اليوم اطلع من هذا الاستوديو وهي مسامحتني. ضل بيته. طيب بس يمكن تسامحك بس ما بدها ترجع لك. والله لا هي ترجع لي ومسامحتني. انا عارف ان هي ايه الانسانه اللي جواها. يعني انا ما بعرف، انت براسك شيء وخلاص انه هذا هو العالم؟ اي طبعا انا عندي قرار وعندي ثقه بنفسي وشايف نفسي ان انا صح. مهضوم؟ بتلاقيه مهضوم؟ كثير. مهضوم كثير؟ بيضحك. طيب احكي معه. بدك يعني سامحك على شو؟ طيب انت لازم تسامحيني. انا عاجزه عن الحكي بصراحه. انت شوفي، انت الكلام اللي وصل لك غلط. ايه انا متابعك عشان انا رايدك، وانت عارفه ان انا بتابعك لهذا الشيء. اوكي بس انا قلت لك انه خلاص يعني كل شيء اسمه نصيب. ماشي بس هذا سعي مني، انه انا في شيء عايز اوصله لازم اسعي عشان يعني اوصل لهدف. يعني هو مجرد انه انت بتسعى. نعم. انت بس عم تسعى. لا بس انا ان شاء الله اوصل. وانت حتسامحيني اكيد، يعني انت مو بهالقساوه. طيب يعني خلال هالفتره يا بكر يعني ليش ما فكرت انه ترتبط بحدا ثاني؟ لا هو هذا الشيء يعني شوفي احنا مو كل علي صوتك. مو كل الكلام احنا هنتكلم فيه هنا في الاستوديو، يعني اكيد بعد ما نخلص هنتكلم ولما نروح سوا مع بعض، صح؟ لا ما راح نروح سوا مع بعض. نعم؟ ما راح نروح سوا مع بعض يعني ما بعرف، انت اخذ الموضوع بالمزح لا احنا بس لا مش مزح. لا اسمح لي، اذا بنحكي عن جد بلاش نرجع. مش مزح، في مصير يعني جاي. في عندك غايتين من مجيئك الى هون. اولا انك تقول لها تسامحني وتعذرك، وثانيا اذا قدرت واذا هي حابه ترجعوا لبعض وعندك مشروع زواج.
بقى خلينا نبدا خطوه خطوه. طيب اول خطوه بدها تسامحك، بتسامحيه على اللي تصرفوا معك، يمكن ضايقتي. ما بسامح كذاب، ما بسامح كذاب. ما بتسامحي كذاب، تعتبريه كذاب؟ ايه كذب عليكي بس بقصه اهله يعني؟ خدعني، مو كذب علي وبس. هي هو كان عم يمارس خديعة علي، وانا كله انه حدا يستهين فيني او يستهين بذكائي، او انه هي شغله كثير حساسه. كثير من الشباب هلا عم ياخذوا انه اوكي انا بحبك بدي يخطبك، فبيجي يخطبني من دون اهله وكانه عرض لانه يصاحبني بس بشكل شيك يعني. لا انا ما كان هذا. فلا انا هالمبدا بالنسبه لي مرفوض. قلت له سالته اول شيء هذا شيء طبيعي، برافو عليك. اهلك لازم يعرفوا. قال لي ايه اهلي هون. اذا هو يعني كأن بديت غلط العلاقه. ايه بدي غلط من اساسها يعني. هو يعني في سوء تفاهم، مبنيه على سوء تفاهم. هو معتبر انه بتحبيه وكذا، وانت لا، انت عم بتشغلي عقلك أكثر. لا هي مجرد ان هي متسرعه شويه باتخاذ القرار. هي متسرعه، يعني متسرعة انت ما تسرعت يعني بالاول؟ لا انا في الاول انا كان هدفي واضح، انه انا مثلا داخل كان هدفي واضح، بس هي متسرعه بالرد. يعني مثلا هي ممكن تكون نادمه يعني حسب ما وصل لها فكره علي، يعني انه انا بهاي البشاعه يعني. ممكن يكون لها يعني ممكن تكون نادمه عشان قالت انا اوكي انا موافقه بالاول بس خلي اهلك يجوا. هي هسه ممكن تكون نادمه على هذا الشيء، بس هو ماكو اي داعي للندم، انه انا مو الانسان ممكن الكذاب. تكون نادمه، يا حما موجوده، اسالها نادمه انت شيء؟ نادمه على شو؟ نادمه ان انت قلتي لي ان انت موافقه في الاول. يعني هذا اول شيء من القرارات اللي انت تسرعتي فيها. طيب هو صح كان من صالحي بس انت سرعتي فيها، بس ما اعطيتيني فرصه انه بمرور الايام راح اقول لك يابا في وضع في العراق انه اهلي ما راح يجون هسه، راح يجون اي مرور ايام انه نضل مثلا شي سنه سنتين متصاحبين بعدين تقول لي على فكره. حتى الانسان لما يبتدي يزحف وبعدين يوقف وبعدين يمشي، يعني في مراحل في الموضوع. طيب هيدا الموضوع تقلكم شغله، هلا رح نضلنا بجدل بيزنطي بسموه، هيدا ما بيوصلنا لنتيجه، كل واحد من ميل. انا بعتقد العلاقه كلها مبلشه غلط. انت كان عندك افكار بكر، افكار تانية هي مش وارده عندها، بتصور يعني هبه عقلها طاغي على قلبها، يعني ما كان عندها مشاعر، يعني فكرت بالموضوع مش هيك؟ يمكن استلطاف بس انه ما كان في حب، ما هيك؟ لا هلا اجى هالشاب، اجى امام الملايين، اجى يعتذر منك ويحاول محاوله يمكن اخيره يسترجعك بعد سنه من القطيعه. بتحبي تعذريه؟ قولي له عذرتك، بقى ما بدك ترجعي له، ما بدك، قولي له انا لا مني، هذه قصه بتتعلق بمستقبلك بمصيرك، نحن جميعا هون ما فينا نتدخل، هذه حياتك انت، بقى بتقرري حياتك وانا بكون سعيد بالقرار اللي انت بتاخذيه. طيب شوف يا بكر انا بحترمك وما بدي انك تاخذ حكي بشكل مختلف. هلا عم اقول لك من قبل ما احكي بحترمك وبعزك وانت انسان كثير محترم، لكن انا ما بحب حدا يتجاوز حدوده معي. كل انسان انت بتعرف هالشي منيح ان انا بحط له حدود. انت اجت فتره تخطيت هالحدود تمام، وانا ما بسمح بهالشي. بالنسبه لقصه انه نرجع او هيك، هاي القصه مرفوضه بالنسبه لي. هاي القصه مرفوضه بالنسبه لي. مرفوضه بالنسبه لك، فاذا خلص هذا جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي. هاي القصه يا بكر ما تاخذنا، مرفوضه. انا بدي اتشكرك. تسلم. بتشكرك على مجيئك وعلى قبولك هذه الدعوه، ونورتينا بهالاستوديو بجمالك وبحضورك، والله يوفقك بمهنتك، ويلا دايما خليكي هيك. اوكي، وسلمينا على الاهل جميعا هون وبسوريا. الله يسلمك. اوكي باي باي. تفضل. بكر هاي رسالتك، خليها معك، خليك قاعد. بكر يعني أول شيء بدي أشكرك أنك وثقت بهالبرنامج، وثقت فينا وجيت وحاولت مع هذه الفتاة. أنا سمعت الروايتين، خلاص يعني ما فيك بدك تغصب الإنسان أنه يقتنع، منا مقتنعة. هلا بالمستقبل شو بيصير انتم بعلاقاتكم بالحياة، هذا موضوع آخر. بتتابع، بتحب تضلك مغروم متيم وبتكتب قصايد وشعر وبتشوف بتتابع لها أخبارها، هيدا شغلك.
بس حاولنا، واكثر من هيك ما فينا نضغط، ما فيني اضغط لحتى امنعها انه لا، خلص.